بطل فيلمنا رد على مكالمة بالغلط وما كانش يعرف انه هيبقى مطارد من اخطر عصابة في المدينة، فنصلي على النبي الاول ويلا بينا نشوف الجحيم اللي دخل نفسه فيه. بيبدأ فيلمنا مع شاب اسمه راين وهو بيستمتع بوقته في الشاطئ مع صاحبه اللي اسمه شيرين، لكن وقتها راين بيشوف الاكس بتاعته اللي اسمها جيني وهي ماشية مع اصحابها، ومع ان شيرين منعه من انه يروح يكلمها لان هي اللي سابته، لكن راين بيغفله وبيروح يتكلم معاها وبيسألها هي ليه ما ردتش عليه لما اتصل بيها 3700 مرة. فبتاخده جيني تتكلم معاه بعيد عن صحابها البنات اللي شيرين اصلا هيموت عليهم، وبتعرفه ان هي ما ردتش عليه لان علاقتهم انتهت خلاص، والسبب الرئيسي في ده انه شخص طفولي جدا ومش قد المسؤولية وكمان اناني. فبيقول لها راين ان ده كان زمان وانه دلوقتي بقى شخص عملي وقد المسؤولية، وبيعرفها انه هنا عشان يتطوع في تنظيف الشاطئ هو وصاحبه شيرين. فبتضحك جيني وبتقول له انها مستعدة ترجع له لو اثبت فعلا انه قد المسؤولية، وبتديله تذاكر الحفلة عشان يوزعها، وبتطلب منه كمان يروح يجيب لها تيشيرتات معينة من ابعد محل في المدينة. وطبعا راين بيوافق عشان يثبت لها انه قد المسؤولية ويرجع لها تاني، وبيروح يبوس ايد صاحبه شيرين عشان يوزع هو التذاكر عقبال ما يجيب التيشيرتات من المحل ويرجع. وفي ناحية تانية من المدينة بنشوف مدرسة علوم اسمها جيسي وهي بتوصل ابنها ريكي للأتوبيس بتاع المدرسة، وبيسألها ريكي لو هي هتفضل تدرس مادة العلوم لحد ما هو يدخل ثانوي. فبتقول له جيسي انها مش متأكدة، بس طبعا دي هتبقى حاجة حلوة جدا لانها هتقدر تشوفه طول اليوم. وبعدها بتديله بالقفا وبتقول له يلا روح اركب الأتوبيس عشان ما تتأخرش على أول حصة. ولما بترجع جيسي للبيت بتلاقي الشغالة بتاعتها طهقت من غسيل الهدوم كل يوم، بس فجأة بتقتحم عصابة مسلحة عليهم البيت وبدون أي مقدمات بيقتلوا الشغالة، وبعدها بيخطفوا جيسي وبياخدوها معاهم في العربية. وبنشوف زعيمهم اللي اسمه إيسان وهو بيرميها في غرفة مجهولة وبيسيبها وبيمشي. فبتترعب جيسي لأنها ولا عارفة ولا فاهمة ايه اللي بيحصل، وساعتها بيرجع إيسان تاني ومعاه مطرقة في ايده وبيقرب من جيسي، لكنه بيستخدم المطرقة دي في تدمير التليفون الأرضي. ولما بيمشي من عندها بتقوم جيسي تدور على أي طريقة تهرب بيها، لكنها بتستغرب جدا لما بتبص من الشباك وبتلاقي العصابة سرقت كمان عربيتها، ولأن مفيش طريقة تخرج بيها من الغرفة دي فبتحاول إنها تصلح التليفون اللي دمره إيسان. ولما بنرجع لراين بيكون جاب التيشيرتات اللي طلبتهم منه جيني ورجع لها بيهم، لكن فجأة بتجيله مكالمة مجهولة ولما بيرد عليها بنعرف إنها جيسي اللي قدرت تصلح التليفون بأعجوبة، وبتترجاه جيسي إنه ما يقفلش السكة لأن في عصابة خاطفينها وممكن يقتلوها، وبتطلب منه يبلغ الشرطة فورا لأنها حتى ما تعرفش المكان اللي موجودة فيه. فبيضحك راين وبيقول لها طب ما رقم الشرطة معروف ليه ما اتصلتيش بيهم، لكن جيسي بتفهمه إن هي بتكلمه من تليفون متدمر ولو قفل المكالمة دي مش هتقدر تكلم حد تاني، بس راين طبعا ما بيكونش مصدق الهبل ده وعاوز يقفل السكة في وشها. فبتترجاه جيسي إنه ما يقفلش وبتطلب منه يضيع 5 دقايق من حياته ويروح لأقرب مركز شرطة، وساعتها راين بيقرر يساعدها لأنه فعلا اتغير وبقى راجل قد المسؤولية. وفي الوقت ده جوه مركز الشرطة بنقابل ضابط اسمه ماني وبنعرف إن مرارته مفقوعة من الشغل وعاوز يسيبه، لكن زميله جاك بيجي يهون عليه وبيسأله عن المشروع اللي هيعمله مع مراته مارلين. فبيقول له ماني إنه أكيد هيفتح المشروع لأنه زهق من الأشكال الضالة اللي بيشوفها هنا كل يوم. ولما بيمشي جاك بيسمع ماني في الأخبار عن جريمة قتل جديدة حصلت النهاردة، وبيقول المذيع إن في 2 من تجار المخدرات اتقتلوا بطريقة وحشية. بس في الوقت ده بيدخل عليه راين وبيديله التليفون عشان يكلم جيسي، ولما بيكلمها ماني بتعرفه جيسي على اسمها وعنوانها، وبتقول له إن في عصابة اقتحمت بيتها النهاردة وقتلوا الشغالة بتاعتها وبعدها خطفوها، لكن فجأة الدنيا بتتقلب جوه مركز الشرطة بسبب المجرمين. فبيطلب الضابط ماني من راين إنه يطلع للدور الرابع ويبلغ في قسم السطو المسلح، وطبعا راين بيكون مضطر يطلع لكنه بيتهزأ من كل الناس اللي بيقابلهم. وفي الوقت ده جيسي بتسمع صوت بره الغرفة فبتخبي التليفون بسرعة، وفعلا بيدخل عليها إيسان وبيخنقها من رقبتها وبيسألها عن مكان جوزها جراندي، لكن جيسي بترفض إنها تقوله على مكانه لأنها مش فاهمة هو عاوز منه إيه. فبيهددها إيسان إنه هيجبرها تقول على مكانه لما يخطف ابنها ريكي، وساعتها جيسي بتصرخ وبتترجاه ما يأذيش ابنها. وطبعا كل ده بيسمعه راين وبيقتنع إن هي فعلا مخطوفة، وعشان كده بيروح يدور على أي ضابط تاني لكنه بيلاقي شبكة التليفون بقت ضعيفة، وجيسي وقتها بتطلب منه يروح بسرعة ينقذ ابنها قبل ما العصابة تخطفه. فبياخد راين عنوان المدرسة منها
وبيتحرك على هناك بسرعة، وفي الطريق بيكون عاوز يعرف هي ليه العصابة دي خطفتها من الأساس. فبتقول له جيسي إنها ما تعرفش أي حاجة لكنها متأكدة إن في مصيبة هتحصل. وأول ما بيوصل راين عند المدرسة بيطلع بسرعة يدور على ابنها ريكي في الفصول كلها، بس فجأة بيرن جرس آخر حصة والأطفال كلهم بيخرجوا قدامه. وأثناء ما هو مصدوم بتقول له جيسي إن أكيد ابنها هيروح لمكان انتظار العربيات. فبيجري راين وهي بتوصف له الرسمة اللي على شنطة ابنها ريكي، وفعلا راين بيلاقيه قدامه لكن العصابة وقتها بتسحبه جوه العربية وبيهربوا من المكان. فبيسرق راين عربية قدامه وبيتحرك وراهم بسرعة عشان ينقذوا منهم، لكن حظه المنيل إنه بيلاقي سواق أتوبيس رخم بيقفل عليه السكة، وساعتها بيضطر إنه يمشي عكس الاتجاه لكنه بيبقى سبب في حوادث كتيرة جدا. وبعد ما دمر نص المدينة وراه بيتفاجئ إن في صيانة على الطريق قدامه والدنيا واقفة، والمصيبة الأكبر إن بطارية تليفونه قربت تفصل ولازم يشحنه بأي طريقة. فبيبدأ يدور على شاحن في العربية لكنه مش بيلاقي قدامه غير مسدس، وطبعا ما بيكونش عارف يتصرف ازاي في المصيبة اللي هو فيها، لكنه بيقرر إنه يدخل في منطقة الصيانة عشان يروح لأقرب محل. وبعد ما دشمل العربية بيوصل عند المحل وبيدخل يطلب الشاحن من الموظف، لكنه بيعرفه إنهم في مكان محترم وإنه لازم يستنى دوره. فبيتعصب راين وبيروح يجيب المسدس وبيضرب نار في المحل، وساعتها بقى بيدوله أغلى شاحن عندهم وكمان فوقيه بوسة. وفي الوقت ده كان الضابط ماني بيسأل زميله جاك عن الشاب اللي بعتوله من شوية، فبيقول له جاك إنه كان مشغول جدا بقضية تجار المخدرات اللي حصلت في المستودع. وساعتها ماني بيحس بالذنب وبيقرر إنه يبحث عن عنوان جيسي عشان يعرف إيه اللي حصل معاها. وفي الوقت ده جوه بيت جيسي بنشوف واحدة اسمها دانا وهي بتسمع رسالة صوتية بعتها جراندي، وبيكون جراندي بيطلب من مراته جيسي إنها تخرج بسرعة وتقابله في مكان معين هي وابنها. وساعتها بنعرف إن دانا تبقى فرد من عصابة إيسان وبتتصل بيه وبتحكي له اللي حصل. فبيروح إيسان يسأل جيسي عن المكان اللي هتقابل فيه جوزها جراندي، ولما بترفض إنها تقول له بيطلب منها تروح تبص من الشباك لأنه محضر لها مفاجأة هتعجبها جدا. فبتتصدم جيسي لما بتلاقيهم خاطفين ابنها ريكي، وطبعا بتفقد أعصابها وبتحاول تهجم على إيسان لكنها بتبقى حتة طرية بالنسبة له، وإيسان بيرميها على الأرض وبيعرفها إنه هيقتل ابنها. فبتضطر جيسي إنها تقول له على المكان اللي هتقابل فيه جوزها جراندي. وطبعا راين كان سامع اللي بيحصل بينهم ومقهور جدا على جيسي، لكن فجأة بتقف عربية جنبه وصاحبتها الشمال بتكون مشغلة أغاني بصوت عالي. فبيحاول راين يخليها توطي الصوت شوية لكن هي كانت فاكرة إنه عاوز يشقطها. وإيسان وقتها حس إن في صوت في الغرفة وعشان كده بيزعق في جيسي عشان يعرف مصدره، لكن راين في آخر لحظة بيقفل المايك والموضوع يا صديقي بيعدي بأعجوبة. بس المصيبة إن إيسان نزل أخد رجالته واتحرك على المكان اللي فيه جراندي، وساعتها راين بيكلمها وهو مستغرب هي ليه ما قالتلوش عنوان جوزها من الأول. فبتقول له جيسي إن العصابة دي أكيد هتقتلهم بعد ما يلاقوا جوزها لأنهم عرفوا شكلهم، بس راين وقتها بيقرر يساعدها وينقذ جراندي قبل ما العصابة توصل له وتقتله. فبتفرح جيسي جدا وبتقول له إن جوزها هيكون في المطار وبتوصف له شكله. وفي الوقت ده بيوصل الضابط ماني عند بيت جيسي، لكن اللي بتفتح له الباب هي دانا اللي بتمثل إنها جيسي وبتأكد له إن هي بخير. وطبعا ماني بيقتنع بكلامها لأنه حتى ما يعرفش شكل جيسي. وأول ما بيمشي من عندها بتتصل دانا بزعيمها إيسان وبتعرفه اللي حصل. وفي الوقت ده كان راين في طريقه للمطار، لكننا بنشوف محامي معدي من جنبه بعربيته وبيتكلم مع مراته في التليفون. بس فجأة يا صديقي بتحصل حاجة عجيبة جدا، وهي إن المكالمة بتاعت راين بتتنقل عنده وبتتكلم جيسيكا معاه وبتترجاه إنه يرجع التليفون لراين لأنها مخطوفة. بس المحامي بيضحك وبيقول لها أنت مين يا ولية أنت؟ وراين وقتها بيلمحه بالصدفة قدامه وهو بيتريق على جيسي، وعشان كده بيركن العربية في نص الشارع وبينزل يهدده بالمسدس عشان ياخد منه التليفون. لكن فجأة شاحنة كبيرة بتدمر العربية بتاعته، فبيتصدم راين وبيقرر إنه ياخد منه التليفون وكمان يسرق عربيته، وعلى طول بيتحرك على المطار. وأول ما بيوصل هناك بيسرق تذكرة من واحد جنبه عشان يعرف يدخل، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه قدام جهاز التفتيش. فبيحط المسدس بتاعه في هدوم واحد من العصابة اللي أصلا ما يعرفهمش، وطبعا حراس الأمن بيخربوا الدنيا وبيقبضوا عليهم. لكن المفاجأة إن العصابة دي بيطلعوا عملاء من الشرطة. وساعتها راين بيتصدم جدا، ولما بيسأل جيسي بيلاقيها ما تعرفش أي حاجة. فبيروح بسرعة يدور على جراندي، وأول ما بيلاقيه بيدخله غرفة أمان وبيخليه يكلم مراته جيسي، لكن الشخص ده بيطلع بعدها يعرفه إن دي أساسا مش مراته. وساعتها بيتفاجئ راين إن جراندي يبقى شخص تاني غير ده، وبيتفاجئ
لما بيلاقي العصابة وصلت عنده وبدون أي مقدمات بيخطفوه وبيمشوا، فبيتحرك وراهم بسرعة لكنه بيلاقي الشرطة أخدت العربية اللي كان سارقها من المحامي. وفي الناحية التانية بتوصل العصابة بجراندي عند جيسي مراته وبيهددوا إيسان إنه هيقتلها لو معرفهمش مكان الحاجة اللي هم عاوزينها. فبيضطر جراندي إنه يتكلم وبيعرفهم إنها موجودة في البنك المركزي، وراين وقتها كان سامع كل اللي حصل وبيقرر إنه يتحرك على البنك عشان يوصل قبلهم. وفي الناحية التانية بيكون الضابط ماني في بيته وعامل ماسك افوكادو هو ومراته مارلين، لكن فجأة بيشوف اخبار في التلفزيون بتتكلم عن الجرايم اللي ارتكبها راين، وساعتها بيحس ان في حاجة غلط وبيقرر انه يتصل على رقم جيسي اللي قدر يوصل له، لكنه بيلاقي صوتها في الرسالة المسجلة مختلف تماما عن صوت البنت اللي قابلها. فبيتأكد وقتها ان في امر مريب بيحصل، وعشان كده بيقرر انه يروح البيت مرة تانية. وبنشوف راين وهو داخل البنك لكنه بيتفاجئ ان العصابة سبقته ورايحين للخزنة بتاعت جراندي، وساعتها جيسي بتترجاه انه يعمل اي حاجة لانهم لو اخدوا الشنطة دي هيقتلوهم كلهم. فبيستنى راين اللحظة المناسبة وبيضرب واحد من العصابة وبيقدر يسرق الشنطة وبيطلع يجري منهم. وطبعا ايسام بيروح وراه وبيفضل مطارده لحد ما بيوصل لسطح المبنى، وبيكون راين مستخبي منه لكنه بيتكعبل على وشه والتليفون بيقع منه وللأسف بيتدشمل تماما. فبيتصدم راين وبينزل بسرعة من فتحة قدامه قبل ما ايسان يضرب عليه النار ويقتله، وساعتها بيلاقي نفسه نزل جوه عربية الزبالة فبيكمل جري لحد ما بيهرب منهم ومعاه الشنطة. بس وقتها بيلاقي عربية الشرطة اللي أخدت عربية المحامي ماشية قدامه، فبيقرر إنه يروح وراها عشان ياخد تليفونه اللي نساه في عربية المحامي. لكن وهو في الطريق بيفتح الشنطة بتاعت جراندي وبيستغرب جدا لما بيلاقي جواها كاميرا، بس المفاجأة إنه بيلاقي عليها فيديو لجريمة قتل العصابة دي هي اللي نفذتها. وساعتها بيفهم هم ليه كانوا خاربين الدنيا عشان يوصلوا للفيديو ده. وفي الناحية التانية كان الضابط ماني وصل عند بيت جيسي، لكن لما بيخبط على الباب مفيش حد بيرد عليه، فبيقرر انه يدخل من الباب الخلفي ويفتش في البيت يمكن يوصل لأي دليل. بس فجأة بيتضرب عليه النار من دانا وبيتصف رقبته، فبيستخبى منها بسرعة وبيقدر يشتت انتباهها لما بيوقع حوض السمك وبيضرب عليها النار. وبعدها بيقوم يهددها بالمسدس عشان تقول له هي مين وبتعمل ايه هنا. فبتفاجئ دانا انها عميلة سرية وكانت في مهمة، وطبعا ماني بيتصدم جدا وبيحاول يكلم الاسعاف عشان يلحقوها لكنها للاسف بتموت بين ايديه. وفي الوقت ده كان المحامي بيستلم عربيته اللي اتسرقت منه، لكن راين بيوصل عنده والجاحد بيسرقها منه تاني وبيفرح جدا لما بيلاقي التليفون جواها. ولما الشرطة بتوصل عند ماني بيجي جاك يتكلم معاه وبيسأله عن اللي حصل، فبيقول له ماني انه ما كانش يعرف انها شرطية، وكمان هو عرف نفسه وهو داخل بس هي برضه ضربت عليه النار، وبيكون مستغرب انها انتحلت شخصية جيسي لان دي حاجة ما تطمنش خالص. فبيهديه جاك وبيطمنه ان كل حاجة هتبقى تمام. وفي الوقت ده كانت جيسي بتحاول تتصل براين، لكن المفاجأة ان واحد من العصابة هو اللي بيرد عليها، ولما بيعرف انها جيسي بيروح يكسر عظمها في المراية وبيحاول يعتدي عليها، لكن جيسي بتمسك قطعة من الازاز وبتجرحه بيها في الشريان العضلي وبتسيبه ينزف، وبتطلع تجري على الجراج اللي ابنها محبوس فيه وبتحاول تلاقي طريقة تخرجه بيها لكنها للأسف بتفشل. بس فجأة بتلاقي العصابة وصلت عندها فبتستخبى منهم بسرعة، وساعتها بتيجي مكالمة لإيسان من جاك اللي بنكتشف انه يبقى فرد من العصابة، وبيعرفوا جاك ان دانا اتقتلت على ايد الضابط ماني اللي كان بيدور على جيسي لان جاله بلاغ انها مخطوفة. فبيتصدم إيسان وبيطلع للغرفة اللي هو حابسها فيها عشان يقتلها، لكنه بيتفاجئ ان واحد من رجالته مقتول جواها، وعشان كده بينزل بسرعة يقلب الدنيا عليها. بس جيسي وقتها كانت سرقت العربية بتاعتهم وبتدمر بيها الجراج عشان تخرج ابنها، لكن قبل ما تهرب من المكان بيظهر إيسان وبيهددها انه هيقتل جراندي لو ما نزلتش حالا. فبتضطر جيسي انها تنفذ اوامره عشان ما يقتلش جوزها. لكن في الوقت ده راين بيتصل بإيسان وبيعرض عليه انه يسلمه الكاميرا في مقابل عيلة جيسي، وساعتها بيضطر إيسان انه يوافق وبيتفق معاه على ميعاد التسليم. وبعدها بيكلم جاك وبيطلب منه يقابله عند الشاطئ حالا ويجيب معاه الضابط ماني عشان يتعرف على راين. وبعد ساعة بيوصل راين وبيتصل بإيسان عشان يتأكد انه جاب معاه عيلة جيسي، فبيخليه يشوفهم بالمنظار اللي جنبه وهم في العربية. ولما بيتأكد راين انهم بخير بيطلب منه يسيبهم يمشوا وهو هيجي بنفسه يسلموا الكاميرا، لكن إيسان وقتها بيرفض وبيتخانقوا هما الاتنين في التليفون. والمفاجأة الكبيرة لما بتظهر جيني عند راين وبتهزقه لانه ما جابش التيشيرتات اللي قالت له عليها، وساعتها بيكون جاك وماني وصلوا عند الشاطئ وبيدوروا على راين، وبيقدر ماني انه يلاقيه وبيمسكوا جاك وبيعرفوا انه لو فكر
هيهرب هيقتل عيلة جيسي كلها، وبيعمل حوار على ماني عشان يخليه يروح للمستشفى بحجة انه تعبان، وبيبعت ظابط معاه عشان يوصله لكننا عارفين انه هيقتله. وبعدها بياخد راين يسلمه لإيسان اللي بيديله دماغ بتريحه مكانه، وبيطلع شريط الفيديو من الكاميرا وبيدمره ل100 حتة، وبيتصل بعدها بواحد من رجالته وبيأمره انه يقتل عيلة جيسي كلها. لكن ماني وقتها بيسمع الكلام ده في الجهاز بتاع الظابط اللي معاه، وساعتها بيلاقي الظابط بيهجم عليه بالمسدس وبيحاول انه يقتله، فبيعافر معاه ماني وبيقدر بعد خناقه كبيره انه يسيطر عليه وبيكتفه. وفي الوقت ده عند راين بيجي صاحبه شيرين يساله هو بيني ليه هنا، فبيستغل راين الفرصه وبينط في البحر عشان يهرب من العصابه. وساعتها بيطارده جاك وبيدخل يدور عليه جوه مستودع قديم، بس راين بيقدر يغفله وبيضربه على دماغه لحد ما بيفقده الوعي. لكن وقتها بيوصل إيسان عنده وبينزل فيه ضربه عشان يقتله، فبيحاول راين يدافع عن نفسه لكن إيسان بيبقى قوي جدا وبيريحه مكانه. بس فجأة بيثبته ماني بالمسدس وبيأمره يرمي سلاحه ويبعد عن راين، لكن إيسان وقتها بيضرب النار على الإضاءة بتاعة المستودع وبيضلمها عليهم، وبيبدأ تبادل ضرب النار بينهم. وللأسف راين بيتصاب بطلقة في رجله، فبيطلب منه ماني إنه يستخبى هنا لحد ما يرجع، وبيروح يدور على إيسان عشان يقتله. لكن بعدها راين بياخد باله إن إيسان هو اللي عاوز يغفله، فبيرن على تليفون إيسان عشان يعرف مكانه الماني اللي فعلا بيشوفه وبيضرب عليه النار وبيقتله. وفي الوقت ده جيسي قررت تجمد قلبها وبتخنق فرد العصابة من رقبته لحد ما بتفقده الوعي، وعلى طول بتسرق منه المفاتيح عشان تحرر عيلتها. بس وقتها المجرم بيفوق تاني ولسه بيرفع سلاحه عليهم، بيظهر راين وبيكسر وشه، وساعتها بتنزل جيسي تاخده بالحضن وبتشكره على كل اللي عمله علشانها. لكن راين وقتها بيترجاها ان هي ما تتصلش بيه تاني ابدا. وبعد شوية بتوصل الشرطة لمكانهم وبيقبضوا على باقي العصابة، لكن جاك بيحاول يقنع الضابط ماني انه ملوش علاقة بيهم. بس راين وقتها بيضحك وبيعرض له نسخة من الفيديو كان مخبيها، وطبعا بيسحبوه من قفاه عشان يحاكموه على الجرائم اللي هو ارتكبها. ولحد هنا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصة الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.